ازاي تشرب الشيشه في كوبايه وتعمل احلى حجر تفاح؟ ازاي في كيس بن ب5 جنيه، بن ساده فاتح وبن فرنساوي وبن نوتيلا وبن بندق، وازاي في بن بالشيشه تفاح بدل ما يتشرب كده بقى بيتشرب كده؟ النهارده هنجرب بن اسمه ايا كابيتال او ايه كابيتال، مش عارف اسمه ايه. اللي يعرف يكتب الاسم ده يا جدعان اكتبوا لي في التعليقات ويوضحوا لي. هنجرب البن الساده، قولوا البن ده هيخليك تفوق في الامتحانات. هنروح نعمل كوبايه البن وهنيجي علشان الكنكه عندنا من غير دراع عامله شبه محمد الشناوي. ده بقى لون البن من جوه زي ما انتم شايفين، لونه مش فاتح اصلا، لونه غامق. يلا نروح نعمل كوبايه البن دي ونشوف هتنفع في المذاكره ولا اي كلام. وجينا لكم بعد ما عملنا كوبايه القهوه وزي ما انتم شايفين اهو عامله وش، وكل ده ب5 جنيه. هل بقى طعمها يستاهل السعر ده موجود ولا على الله حكايتها؟ يلا نجرب ونشوف طعمها يستاهل سعرها اللي هو ال5 جنيه ولا لا. هي الصراحة تستاهل سعرها، ده الباكت ب5 جنيه، قهوة ب5 جنيه، هي خليط ما بين القهوة والبسلة. يلا نجرب القهوة الفرنساوي. ده لون القهوة من جوه جاية بلبنها، لونها فاتح عن القهوة التانية. وبكده نكون جينا لكم بالفرنساوي بعد ما عملناها زي ما انتم شايفين، قهوة بلبنها. بص تخيل قهوة حليب ب5 جنيه، فهل هي تستاهل السعر ده ولا تستاهل أغلى من كده؟ تعال نجرب ونقول بسم الله. اولا الحليب مش موجود، قهوه بدون حليب، دي بسله فرنساوي حاجه زي كده ب5 جنيه. تستاهل 5 جنيه، اكتر من كده لا، نو سوري. يلا نجرب القهوه النوتيلا دي ونشوف شكلها وطعمها عامل ازاي. بس هو ده البن جوه يعني غامق سيكا. يلا نعملها في كوبايه. ودي شكل القهوه النوتيلا. تعال نشوف طعمها يستاهل سعرها ولا اكتر من سعرها. يلا نجرب ونقول بسم الله. نو قهوه نو نوتيلا. نجرب القهوه البندق، طبعا هنحطها في كنكه محمد الشناوي وتعالى نشوف. وكده نكون عملنا القهوه البندق زي ما انتم شايفين. ده شكل القهوه البندق. نو قهوه يس بندق. انا مش حاسس بطعم القهوه، البندق باين قوي فيها. يلا نجرب القهوه بتاعت الناس اللي هم بيحبوا يشربوا القهوه ويعملوا مزاج. وده لون القهوه بصراحه ريحتها تفاح جدا. يلا نعمل احلى كوبايه شيشه ممكن تشربها. وبكده نكون عملنا كوبايه الشيشه تفاح ونشوف طعمها تفاح ولا قهوه بس. يلا نجرب ونقول بسم الله. اجمد اختراع شربته في حياتي يعني بجد. لا حلوه جدا كمان، تستاهل اكتر من 5 جنيه، كانك بتشرب تفاح النعناع كده سيكا. وبكده نكون جربنا كل انواع القهوه